هل الخطوه دي يعقبها على طول استدعاء السفير ده اوتوماتيك؟ يعني ده الدبلوماسي؟ انت طبعا خبير في لا هو طبعا هو واضح طبعا ده. كده ان احنا بنصعد، واضح ان الخارجيه المصريه بتصعد. هل تفتكر ان بين السطور في جديد قامت بيه قطر؟ اكيد اكيد، يعني عشان مصر الاجراء الدبلوماسي اللي هي خدته ضد قطر بان هي استدعت سفيرها وتحدثت يعني مساعد وزير الخارجيه السفير ناصر كامل للشؤون العربيه، استدعاه في المكتب وتحدث معه بعنف شديد، وده كان واضح من البيان اللي اصدرته الخارجيه. أيوه. الحقيقه كان الكلام واضح ان يعني احنا قلنا له ان انتوا كلامكم لا يتفق مع افكاركم، لما هو بيتكلم السفير القطري عن ان احنا ما عندناش مشكله مع مصر، وان احنا خايفين على مصر، وان احنا دعمنا 25 يناير و30 يونيو وايدنا الجيش واثنينا عليه، والكلام الفارغ اللي هم بيقولوه دايما دوت. صحيح طبعا رسميا يعني. أيوه. قال له لكن تصرفاتكم طبعا كلها عكس كده، وده كان واضح. كمان امبارح كان في تصريحات مهمه لوزير الخارجيه في المطار قبل وهو متوجه للجزائر بنفس المضمون، واتكلم فيه عن ان التصعيد وارد. فانا في اعتقادي الشخصي ان وفي يعني في قناعتي الكامله يعني ان النهارده مصر عشان تستدعي السفير من قطر لازم تكون قطر هناك مستجدات. هناك مستجدات، واعتقد ان هم مسلسل التجاوز القطري لن ينتهي. واعتقد ان احنا بندي قيمه زي ما انت قلتي دويله، حتى كلمه دويله دي اكبر من حجمهم. احنا بنتكلم عن اوضتين وصاله، اوضتين وصاله، نفرين وطفايه، زي ما تسميهم. مع احترام للشعب طبعا، احنا بعيد عن الشعب، احنا بنتكلم على الادارات. كل قيمتها الوحيده ان هي دوله متجاوزه، دوله ما يعني هي كل اللي بتعمله ان هي بتغلط في الكبار، فبتحس ان هي كبيره. يعني هي كل قيمه قطر. احنا قبل قطر ما تفتح الجزيره وتبدا تشتغل في الهجوم على مصر وعلى السعوديه وعلى كل الدول. بمناسبه الدول العربيه، يعني كان في برضو كلام امبارح على ان في لقاءات مع يعني مسؤولين مصريين بمسؤولين من منطقه الخليج، من دول الخليج، اللي كانوا ايضا عندهم غضب من ردود. هو اساسا هو قيل من زمان ان أو طبعا من بيان قطر مفهوم يعني الوساطه اللي هي بيقودها مجلس التعاون الخليجي للوساطه بين مصر وقطر. لكن الحقيقه يعني طبعا مع احترامنا للجهد اللي بيقوم به مجلس التعاون الخليجي، طبعا السعوديه والامارات وغيرها، لكن والكويت ايضا لكن بكل المقاييس الحقيقه قطر مين اللي مصر هتتعامل معاها بنديه، مع احترامنا للشعب زي ما انت بتقولي، لكن الحقيقه هم كدوله اتفه. احنا بنبدي قلقنا كشعب لكن على امير قطر السابق، هو فين؟ احنا عايزين نعرف هو راح فين. ما انت حضرتك طب ما احنا بنبدي قلقنا والاسبق عايزينه برضه لازمنا دلوقتي. طيب دولة انقلابات، يعني هم يقولوا لنا على الانقلابات العائليه كمان مش العسكريه يعني.